في سنة 1995 اتعرض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لمحاولة اغتيال في أثيوبيا، وده لما قام مجموعة مسلحين بإطلاق النار على موكبه وهو في طريقه لحضور مؤتمر القمة الأفريقية. وفوراً يقرر مبارك يرجع على المطار للعودة لمصر، خاصة إن الشواهد أكدت وجود استهداف آخر كان ينتظره في الطريق. وأول ما رجع الرئيس مبارك لمصر عمل لقاءات كتير جدا، وكانت بتتذاع على الهواء مباشرة وبدون أي مونتاج أو تعديل، وده طبعا لضيق الوقت ولأن الحدث كان مفاجئ. كان من أهم اللقاءات دي اللقاء اللي اتعمل مع علماء الدين الإسلامي والمسيحي في مصر، بس بقى أكتر لقاء أثار اهتمام وجدل كان لقاءه بفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والكلام اللي قاله له فضيلة الشيخ، خصوصا لما حط إيده على كتف الرئيس. لكن كان واضح من ملامح وش الرئيس مبارك إنه اتفاجئ أو تقريبا كده اتصدم بالحركة، وفي نفس الوقت ما قدرش يعمل أي حاجة، خصوصا إنه كان عارف إن الخطاب بيتذاع على الهواء مباشرة، وإن الشيخ الجليل ليه مكانة كبيرة قوي عند الشعب المصري أو يمكن الشعب العربي كله. المهم بقى الشيخ الشعراوي قال إيه؟ قال له بصوت منهك: يا سيادة الرئيس، لعل هذا يكون آخر لقاء لي بك، فإذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله علينا. الرئيس مبارك ما ردش بأي رد وفضل السكوت، أو يمكن سكوت من تأثير المفاجأة. طبعا كل الحاضرين مسلمين ومسيحيين تأثروا جدا بخطاب فضيلة الشيخ، وأثار مشاعر الشجن لكل اللي شافوا وسمعوا، لأنه على قد ما هو مليان بطابع الوصية المخلصة والخالصة من أي مصالح أو أهداف شخصية، لكن في نفس الوقت مليان بإشارات التوديع واقتراب رحيل الشيخ المحبوب. وعلشان كده اتعاد الخطاب عشرات المرات على مدار أيام. ده اللي احنا كلنا شفناه. لكن يا ترى ايه بقى اللي حصل خلف الكواليس؟ اللي حصل انه بمجرد ان الشيخ الشعراوي انهى كلامه مع الرئيس مبارك، خدوا زكريا عزمي اللي هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية في الوقت ده، خدوا من ايده على اساس يعني ان هو بيوصله او يسنده. لكن يتفاجئ الشيخ الشعراوي بان زكريا عزمي بيزعق له، ايوه بيزعق له وبيعنفه ويقول له: انت ايه يا راجل اللي جرالك؟ ازاي تحط ايدك على كتف الرئيس؟ ده انت لو في مكان تاني كان زمانك انضربت بالنار. رد الشيخ الشعراوي بمنتهى السلاسة وقال له: هو انا بحط ايدي عشان اضربه او اخنقه؟ ده انا بنصحه. الموقف اتقال على لسان الحاج عبد الرحيم ابن فضيلة الشيخ رحم الله الشيخ الشعراوي، اللي يعتبر الشيخ الأشهر والأكثر شعبية على الإطلاق في القرن العشرين. وده طبعا يرجع لأسلوبه البسيط والسهل واللين، واللي أي حد بيقدر يفهمه ويستوعبه بسهولة. ده غير طبعا إضافاته الثرية جدا لعلوم التفسير وغير كده كان ليه مواقف مهمة جدا في كثير من الأحداث السياسية، وكان من الشخصيات المقربة جدا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.